هنعمل دلوقتي ايس كريم فيجن مانجا، واهم حاجه هنستخدمها طبعا هي المانجا الفروزن بتاعتنا، الكوكونات كريم وده مكان الكريمه، الميبل سيرب او الاجاف وده مكان العسل او السكر. اول حاجه هنجيب الفود بروسيسور بتاعنا وهنضرب كل حاجه فيه. هنحط المانجا بتاعتنا الفروزن، بعد كده هنحط الكوكونات كريم، واخر حاجه الميبل سيرب، وهنضرب بقى كل ده في الفود بروسيسور كويس قوي. احنا كده بقى ضربنا المانجا بالكوكونات كريم، وده بقى شكلها في الاخر. هطلع بقى اي كونتينر عندنا بيدخل الفريزر، وهحط الميكس بتاعنا ده فيه عشان يدخل الفريزر. هحطها بقى في الكونتينر بتاعنا. ده شكل كده الايس كريم مانجا بعد ما احنا ما ضربناه، والكميه دي زي ما انتم شايفين هي كميه تكفي فرد واحد، فلو انتوا عايزين كميه اكبر هتعملوا دبل المقادير اللي استخدمناها. وهنحطه في الفريزر اوفر نايت. وده بقى الايس كريم مانجا بعد ما سيبناه في الفريزر اوفر نايت. بصوا شكله عامل ازاي. وعندي كده نعناع تطلو منظر كده لذيذ، ولو عندكم شيا سيدز ممكن تحطوه عليها ويبقى شكله لذيذ قوي. وبالهنا والشفا.